ليه اوقات واحد اسلم جديد بيعظم ربنا اكتر من واحد اتولد مسلم؟ عارف الحاجه اللي توجع فعلا؟ ان الناس اتولدت على الاسلام لكن مع الوقت بالنسبه لها بقت نعمه عاديه. الاذان متعودين عليه، الصلاه بنأجلها، القران موجود بس مهجور. واحد بيسمع الاذان بس ما بيتحركش، واحد بيعدي جنب مسجد ولا كأن في اي حاجه. وفي المقابل تشوف واحد كان عايش وسط فتن وشهوات والحاد، ولما ربنا ينعم عليه ويهديه تلاقيه متعلق بالدين بشكل يخض. بيبكي مع القرآن، بيفرح بالصلاة، يحس إن ربنا أنقذه فعلا. ليه؟ لأنه عرف قيمة الحاجة اللي كان محروم منها. ومن فترة كنت بتكلم عن فكرة، تخيل لو شخص مشهور جدا زي كريستيانو رونالدو قال أشهد أن لا إله إلا الله. ناس استغربت الكلام، لكن الفكرة نفسها مهمة جدا، لأن الإنسان مهما وصل لشهرة وفلوس لسه قلبه محتاج الهداية. ايه اللي خلاني اقول الكلام ده؟ لان كريستيانو رونالدو نشر فيديو لكريم بنزيما اثناء تأدية الحج، شفناه وسط الاذان، وسط الصلاة، وسط اجواء المسلمين. انا مش بقول انه اسلم، ومحدش يقدر يحكم على قلب حد، لكن الفكرة ان الهداية ممكن تدخل قلب اي انسان في اي وقت. وده اللي يخوفنا احنا، ان في ناس لسه بتدور على الحق، واحنا معانا الاسلام من صغرنا ولكننا مقصرين مع ربنا وكأن الموضوع مضمون. سلام.